لو ابنك بيستغل وجودك قدام الناس في السوبر ماركت عشان يضغط عليكي ويجيب اللي هو عايزه، يبقى الفيديو ده ليكي. يا بنتي، العيال دكاترة في علم النفس بالفطرة، هم عارفين كويس إن السوبر ماركت هو نقطة ضعفك، عشان خايفة من شكلك قدام الناس أو إن حد يقول عليكي ما بتعرفيش تربي، فيبدأ يستغلك بالزن والسويت، وإنتي يا عيني من كتر الإحراج بتوافقي عشان تخلصي. بس الحقيقة إنتي كده مخلصتيش، إنتي أكدتيله إن الضغط شغال وهيستعمله معاكي كل مرة. التربية محتاجة ثبات ويقين، ربنا بيحب المؤمن القوي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إننا نربي ولادنا بالعدل والحزم مع الحنية، فليه تخلي نظرة الناس تكسر هيبتك قدام ابنك؟ خليني أقولك إن الحل بيبدأ قبل ما ندخل المحل. لازم يكون في اتفاق مسبق، إحنا داخلين نشتري 1 و2، وليك حاجة واحدة بس تختارها، ولو حصل صريخ أو زن الاتفاق بيلغي الطلب وهنمشي فوراً. وقت الموقف بقى اوعي تتهزي، انزلي لمستوى طوله وبصي في عينه وبكل هدوء قولي اتفقنا على لأ فهي لأ. لو كمل صريخ اعتذري للناس بابتسامة واثقة وخديه وامشي من المكان فوراً، حتى لو هتسيبي العربية مليانة. كرامتك يا بنتي في تربيتك الصح، مش في إنك تسكتيه بلعبة أو شوكولاتة عشان خايفة ولا محرجة من الناس. لما يعرف إن سلاحه ما بيجيبش نتيجة هيبطل يستخدمه. الطفل بيحترم الحزم في الكلام من الأم والأب، وفي نفس الوقت يكون حضنهم أمان. ادعي ربنا واكتبي في الكومنتات اللهم بارك لي في ذريتي واجعلهم هداة مهتدين. الصبر في التربية هو اللي بيبني جيل يعتمد عليه. خلوا خلوة مع الله النهاردة بداية ثبات على المبدأ ورحمة في التوجيه. اللهم أجعل بيوتكم كلها حب. لو حد كلمك بالطريقة اللي انتي بتكلمي بيها نفسك، كنتي هتكملي معاه ولا تمشي؟ بصي يا بنتي، انتي ممكن تسامحي أي حد إلا نفسك تغلطي غلطة صغيرة، تفضلي تأنبي نفسك أيام تقولي كلمة غلط، تقعدي تعيدي الموقف 1000 مرة في دماغك. طب ليه بتبقي أحن واحدة على الناس وأقسى واحدة على نفسك؟ الحقيقة إنك اتعلمتي إن القسوة على النفس هي الصح، إنك لازم تلومي نفسك عشان تبقي كويسة، وإن جلد الذات ده اسمه ضمير. بس لأ، لازم تعرفي تفرقي بين جلد الذات والضمير. جلد الذات مش بيصلحك، ده بيكسرك واحدة واحدة. بصي بقى، انتي محتاجة تتعاملي مع نفسك زي ما بتعاملي حد بتحبيه. تغلط عادي، تتعلمي حلو وتكملي من غير ما تجرحي نفسك في السكة، عشان صدقيني مفيش حد هيقف جنبك طول العمر غير نفسك. قوليلي بصراحة، آخر مرة قسيتي على نفسك فيها كانت على إيه؟ وهل كنتي تستاهلي القسوة دي فعلا؟ ولو نفسك تعاملي نفسك أحن اكتبي هبدأ بنفسي. خلي خلوة مع الله بداية لكلامك مع نفسك أحن شوية، وربنا يبدل قسوة قلبك على نفسك برحمة وراحة
وسلام. في نوع من الحماوات مش غيرانين على ابنهم، لا، دول غيرانين من ميرات ابنهم نفسها. لو حاسة إنك في حرب باردة مع حماتك يبقى الفيديو ده ليكي. يا بنتي دي حقيقة بتوجع، بس لازم تتقال. الحمادي بتبقى غيرانة من راحة ميرات ابنها، من ضحكتها، من مكانتها عنده، كأنها غريبة داخلة تاخد منهم حاجة، مش بتبني بيت. تلاقيها بتراقب كل تفصيلة، الأكل، اللبس، طريقة الكلام، حتى الضحكة. لو ميرات الابن جابت جهاز جديد تروح تجيب زيه أو أغلى. لو لبست حاجة حلوة تلبس أحلى، وتستنى كلمة أنتي أحلى منها، وتيجي تحت كل ده وتقولك أنا بخاف على ابني. لا يا مدام، أنتي مش خايفة عليه، أنتي خايفة يتعلق بوحدة غيرك ويعيش حياته بعيد عن سيطرتك. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالمودة والرحمة وسلام القلوب، والحسد والغيرة دول أمراض بتنهش في الروح، والبيت اللي فيه غيرة ومنافسة عمره ما حيكون آمن. خليني أقول لكم إن الغيرة دي مرض بيهدم بيوت بالبطء، بتخلي البيت كله توتر، والابن في النص تايه بين أمه وميراته. بس خلينا نقول الحقيقة اللي بتوجع، اللي بتنافس ميرات ابنها عمرها ما حتكسب، لأن مهما عملتي انتي ودي حاجة عظيمة، بس مش نفس مكانة الزوجة. لو فضلتي في المنافسة دي هتخسري احترام ابنك قبل ما تخسري ميراته، وهيجي يوم يختار راحته حتى لو بعيد عنك. ميرات ابنك مش عدوة، دي شريكة حياته. ادعي ربنا واكتبي في التعليقات اللهم طهر قلوبنا من الغل والحسد واجعلنا أسبابا للسكينة. البيوت بتعمر بالحب مش بالحرب. خلوا خلوة مع الله النهاردة صفاء للنفوس وطلب للرحمة. انت مش محتاجة فيديو جديد، انت محتاجة تبطلي تتفرجي وبس. بصي يا بنتي، انت بقالك قد ايه بتتفرجي على فيديوهات تطوير ذات؟ شهر؟ 2؟ سنة؟ طب قوليلي ايه اللي اتغير بجد؟ المشكلة مش فيكي، المشكلة انك بقيتي بتحسي انك عملتي انجاز لمجرد انك فهمتي. دماغك بيضحك عليكي، يديكي احساس كاذب بالراحة لمجرد انك سمعتي المعلومة بس. الحقيقة ولا خطوة واحدة اتخذت. بصي بقى، لو خرجتي من الفيديو ده وعملتي حاجة واحدة بس، حتى لو صغيرة جدا، انتي كده سبقتي 90% من الناس. إنما لو فضلتي تتفرجي هتفضلي مكانك حتى لو فهمتي كل حاجة في الدنيا. قوليلي بقى بصراحة واكتبيلي في الكومنتات ايه آخر حاجة تعلمتيها؟ طبقتي منها ايه؟ ولو ما طبقتيش ايه اللي موقفك لحد دلوقتي؟ خلي خلوة مع الله النهاردة بداية جديدة ليكي، بإنك تتغيري وانتي فاهمة وبتنفذي. مش كل مرة نسمع، مرة بقى نعمل يا بنتي. انتي مش فاشلة، انتي بس بتبدأي غلط. بصي يا بنتي، كم مرة بدأتي حاجة بحماس، سواء كان دايت، كورس، عادة جديدة، وبعد كام يوم ولا كأنك بدأتي أصلاً، فتقولي أنا ما عنديش شغف،
بس الحقيقة إن الشغف مش هو اللي بيكمل الطريق. الشغف ده بداية بس زي الشرارة، إنما اللي بيكمل هو الالتزام. انت مستنية تبقي حاسة بالحماس عشان تكملي، بس الحقيقة إن الحماس بيروح بسرعة. بصي بقى، اعملي الحاجة حتى وانتي مش حاسة بحاجة، اعمليها يوم كمان ويوم كمان، وهتتفاجئي إن الشغف بيرجع لوحده بعد ما تبتدي تمشي، مش قبليها. ما تستنيش الإحساس، ابدأي بالفعل. قوليلي، إيه الحاجة اللي بدأتيها ووقفتي؟ ولو رجعتي تبدأيها تاني هتبدأي بإيه؟ ولو ناوية ترجعي تبدأي، اكتبي هرجع. خلوا خلوة مع الله النهاردة تشجعك يبقى عندك نية تبدأي من جديد، وربنا يديكي القوة تكملي ويرزقك ثبات يوصلك للي نفسك فيه. لما تبقي تعبانة وجايبة آخرك، عارفة الشعور ده؟ وتلاقي حد يطلب منك طلب، وبدل ما تقولي مش قادرة تلاقي لسانك بيقول من عيوني. ولما تقفلي المكالمة تحسي بنغزة في قلبك وبغضب مش عارفة توديه فين. انتي مش طيبة يا بنتي، انتي مستنزفة، انتي وقعتي في فخ إرضاء الناس ونسيتي إن نفسك ليها عليكي حق. النهاردة في خلوة مع الله هنعرف ليه بنخاف نقول لأ، وإزاي الدين علمنا إننا أحرار مش عبيد لرضا البشر. اسمعي مني الحكاية عشان ترتاحي. خلوني أحكي لكم عن حنان. حنان هي الست اللي ما بتكسرش لحد كلمة، بتشيل هم الكل، بتصالح الكل، وبتيجي على وقتها وصحتها عشان محدش يزعل منها. النتيجة إيه؟ حنان بقت دايماً مجهدة، بيتها بقى ساحة زعيق لأنها بتطلع كبتها في ولادها، وبقت حاسة إنها ضيعة ومحدش مقدر تعبها. بنسمي ده إرضاء الآخرين القهري. الصوت اللي جواكي بيقولك لو قلتي لأ الناس هتكرهك، أو انتي كده أنانية. الحقيقة إن ده مش كرم، ده خوف. الخوف من إننا ما نكونش كفاية في عيون الناس، والضغط ده بيعمل احتراق نفسي، بيموت الروح وبيخليكي عايشة جسد بلا روح. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن حطلنا ميزان عجيب، قال فلا تخشوا الناس واخشون. ربنا عايزك تكوني عزيزة مش مستباحة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم عن إن لنفسك عليك حقاً كان بيدينا رخصة نفسية إننا نقول لأ لما نكون مش قادرين. رضا الناس غاية لا تدرك، لكن رضا الله غاية لا تترك. لما بتيجي على حق نفسك اللي ربنا ائتمنك عليها عشان ترضي فلان أو علان، انتي كده بتظلمي الأمانة. الدين علمنا إن المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والقوة هنا مش عضلات، القوة إنك تكوني صادقة مع نفسك. لما تقولي أنا تعبانة مش هقدر، انتي كده بتنفذي أمر ربنا في الحفاظ على صحتك عشان تقدري تستمري في العطاء الصح.
مش العطاء اللي طعمه مرار. وعشان تخرجي من الفخ ده محتاجين نتدرب على 3 حاجات. قاعدة 24 ساعة. لما حد يطلب منك طلب ما تقوليش فوراً، قولي هفكر وارد عليك. الوقت ده هيديكي فرصة تقرري بجد انتي قادرة ولا لأ. كلمة لأ مش قلة أدب، تقدري تقولي لأ بمنتهى الأدب. حبيبتي، أنا كان نفسي أساعدك بس طاقتي النهاردة مش سامحة. انتي مش مسؤولة عن مشاعرهم. لو حد زعل عشان قلتي لأ وهو عارف إنك تعبانة، يبقى الزعل ده مشكلته هو مش مشكلتك انتي. اللي بيحبك بجد هيقدر لأ قبل تذكري دايماً لما بتقولي لأ للآخرين في الوقت الصح، انتي بتقولي نعم لنفسك ولصحتك ولبيتك. يا بنتي، نفسك دي أمانة ربنا استودعك إياها وهيسألك عنها يوم القيامة. ضيعتيها ليه في إرضاء اللي ما يملكوش ليكي نفع ولا ضر؟ ما تموتيش وانتي عايشة عشان ترضي الكل، لأنك في الآخر هتلاقي نفسك وحيدة ومنهكة. وأنا النهاردة مش هطلب منك تشتركي وبس في القناة، أنا عايزة خلوة مع الله في التعليقات تكون دعاء لينا كلنا. عايزة كل واحدة حاسة إنها زودت على نفسها وشالت فوق طاقتها تفرغ الشحنة دي في دعاء لربنا. اكتبي في التعليقات الدعاء ده بقلب حاضر. اللهم أرني الحق حقا في نفسي وأعني على حفظ أمانتك وارزقني القوة لأقول لا حين تعجز روحي. قولي الدعاء ده وانتي واثقة إن ربنا معاكي وبيديكي القوة إنك تكوني انتي النسخة الهادية المطمئنة اللي ربنا عايزها. ولو شايفة إن الفيديو ده ممكن يطبطب على قلب واحدة تانية مستنزفة، ابعتيه ليها وكوني سبب في راحتها. وطبعا ما تنسيش تنضمي لعيلتنا وتشتركي في القناة عشان نكبر سوا بالوعي والسكينة. أشوفكم في كواليس جديدة في أمان الله. أكتر حاجة بتتعبك مش اللي حصل، ده اللي في دماغك عن اللي حصل. بصي يا بنتي، انتي مش بتفكري كتير عشان عندك مشاكل كتير، انتي بتفكري كتير عشان مش لاقية إجابة تطمنك. تقعدي تعيدي الموقف وتقولي طب قال كده ليه؟ طب أنا كان مفروض أعمل إيه؟ وتفضلي تلفي في نفس الدايرة. بس الحقيقة إن التفكير الكتير مش بيحل، ده بيزود القلق عشان دماغك بتحاول تسيطر على حاجة مش في إيدك أصلاً. بصي بقى، مش كل سؤال ليه إجابة ومش كل حاجة محتاجة تتحل دلوقتي. أوقات الحل إنك تسيبي الحاجة تمشي وتسيبيها على ربنا، عشان في حاجات كل ما تفكري فيها أكتر تتعبك أكتر. قوليلي إيه أكتر حاجة بتشغل دماغك ومش سايباكي؟ ولو تقدري توقفي التفكير ده كنتي هترتاحي قد إيه؟ خلي خلوة مع الله تبقى بداية ليكي جديدة مع نفسك، وسيبي همك على ربنا يريح بالك ويطمن قلبك ويبدل قلقك بالهدوء. كل مرة تيجي تبدأي في صوت جواكي يقولك بلاش، جربتي قبل كده وفشلتي. بصي يا بنتي، انتي مش واقفة مكانك عشان مش عايزة تبدأي،
انتي واقفة عشان خايفة، خايفة تتعبي تاني، خايفة تحاولي وتفشلي، خايفة تحطي قلبك في حاجة وتخسريها. فاكرة الوجع اللي فات؟ دماغك فاكره كويس قوي وعايزة تحميكي، فبتقولك بلاش. بس الحقيقة إنها مش بتحميكي، هي بتحبسك، بتخليكي واقفة مكانك، لا بتتوجعي ولا بتكبري. بصي بقى يا بنتي، مفيش بداية من غير خوف، ومفيش حد بيبدأ وهو ضامن النتيجة. بس الفرق بين اللي بيكمل واللي بيفضل مكانه إن واحد قال أنا خايف بس هعملها، والتاني قال أنا خايف فمش هحاول. انتي مش محتاجة تبقي جاهزة ولا تبقي مش خايفة، انتي محتاجة تتحركي رغم الخوف، حتى لو خطوة صغيرة، عشان كل خطوة هتاخديها هترجعلك ثقة كنتي فاكرة إنها ضاعت. قوليلي إيه الحاجة اللي نفسك تبدأيها وخايفة؟ ولو خدتي أول خطوة هتكون إيه؟ ولو ناوية تبدأي رغم الخوف اكتبي. خلوا خلوة مع الله تشجعك على أول خطوة، وسيبي الباقي على ربنا. ربنا يقوي قلبك ويكتبلك بداية أجمل من كل اللي فات. أكتر حد بتتعلقي بيه هو أكتر حد بيحرمك من اللي انتي محتاجاه. بصي يا بنتي، انتي مش بتتعلقي بالشخص، انتي بتتعلقي بالإحساس اللي جالك منه. كلمة حلوة قالها، اهتمام مرة، لحظة حسيتي فيها إنك مهمة، دماغك بتمسك في اللحظة دي وبتجري وراها حتى لو الباقي كله وجع. بس الحقيقة إنك مش بتحبيه هو، انتي بتحبي الإحساس اللي نفسك تعيشيه، إحساس الأمان، الاهتمام، التقدير. ولما ما تلاقيهوش تفضلي تجري وراه على أمل إنه يرجع. بصي بقى، اللي يناسبك بجد مش اللي يديكي إحساس حلو مرة ويختفي 10. اللي يناسبك هو اللي يطمنك مش يزعلك على نفسك، اللي يخليكي هادية مش قلقانة طول الوقت. الحب مش وجع يا بنتي، الحب راحة. قوليلي بصراحة، عمرك اتعلقتي بحد عارفة إنه مش مناسب؟ وإيه اللي كان بيربطك بيه رغم كل حاجة؟ أو لو عديتي بالتجربة دي اكتبي أنا فقتي. النهاردة في خلوة مع الله، بداية لقلبك مع ربنا، وهو هيبدلك باللي يريحك. ربنا يرزقك حب يطبطب عليكي مش يكسرك يا بنتي.